السلام عليكم. عليكم السلام. شلون تشوفون البازار اليوم؟ والله فد شي حلو، مبادرة حلوة من المحافظ، من ديوان المحافظة، دعم للمشاريع الصغيرة، وتطوير أيضا هو للبازار من خلالنا احنا. شنو مشروعكم اللي جايين تقدموه بهذا البازار؟ احنا عندنا محل صغير، انا وصديقتي، مشروع صغير صار لنا 3 اشهر، نبيع النباتات الظلية الهولندية حصرا. الهدف من المشروع انه يعني تنظيف البيئة، زيادة اكسجين الجو وهيجي. شنو اسم حضرتك؟ زينب. والله اليوم أول يوم نجي هنا طبعا فالشيء جميل. احنا ما شايفينها سابقا، خاصة في بابل، واحنا نرحب بجميع الزائرين من جميع المحافظات. فالشيء جميل، البازار حلو، وان شاء الله اليوم اكو افتتاحية في المسرح البابلي، وان شاء الله هم نكون حاضرين. ميثم هادي المعموري. شاركنا في بازار بابل الدولي، جينا نقدم الشاي والقهوة للسياح الجايين من خارج العراق إلى بابل الحبيبة، وقدرنا نسوي لهم القهوة العربية والقهوة المرة والقهوة الحلوة. وأكيد هم السياح الجايين من 80 دولة مشاركين ببابل، أكيد يقدم لهم الضيافة الحلاوية. الاسم الكريم فاضل حسين حمزة. برعاية السيد محافظ بابل الأستاذ عدنان فيحان الدليمي تم إنشاء هذا البازار وعدة فعاليات ومهرجانات ليوم العالمي للحضارة البابلية. ومن هذه المهرجانات هو معرض الزهور والبازار اليدوي اللي أمامكم. يحمل البازار يعني عدة فعاليات يدوية وأعمال حرفية لبعض النساء، ومعرض أرض المعارض الذي تقوم عليه عدة شركات. وهذا يدل على أن بابل حضارة عظيمة ولها تاريخ عريق، ولأول مرة تشهد احتفاليات ومهرجانات هكذا برعاية السيد محافظ بابل. زينة ناطق الشريفي، معاونة قسم شؤون المرأة في ديوان محافظة بابل. السلام عليكم. اليوم احنا شاركين، صار لنا تقريبا 3 ايام مهرجان بابل الدولي. شرف كبير انه شاركنا به البازار، اقبال الناس يعني كلش حلو، اجواء حلوه، مشاريع متنوعه تتيح للزبائن يعني يتسوقون، يتبضعون، يتفرجون. بابل تفتقر لهيك اشياء يعني، وصراحه مشاريع كلش حلوه. عملت شنو؟ أنا عملي متجر حلويات، ورق عنب، كيك، أجهز المناسبات. يعني الموضوع كلش قديم، صار لي 5 سنوات. يعني شيء بسيط بديته الحمد لله والشكر، يوم عن يوم دا نعرف أكثر، أطور بالمشروع أكثر. انتقل الموضوع إلى كورسات تدريبية من عمان، من الخليج، أخذ متابعة شيفات محترفة.